السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. النهارده الخميس 23 مايو. في ايه النهارده؟ مصر كلها موجوده على شاطئ البروفاج، مش مصر بس، مصر و رعايا دول كتير جدا. ضيوفنا على دماغنا من فوق، دول عربيه شقيقه حبيبه، دول افريقيه على دماغنا من فوق، اخواتنا منورنا. شواطئ البروفاج الاعداد النهارده كبيره جدا وفي تزايد، ولسه قبل المغرب، فالاعداد مرشحه للزياده، الوفات مؤلفه عن كده. النهارده الخميس وصباح جمعه، واسكندريه مليئه بالضيوف من جميع الجنسيات وجميع المحافظات، كلهم على دماغنا من فوق، ان كان عرب ان كان افارقه، كلهم على دماغنا من فوق مشرفينا. النهارده شواطئ البروفاج اللي امامكم هي الوحيده الموجوده في شرق اسكندريه، او الاشهر المفتوحه حاليا في شرق اسكندريه. لسه المندره والعصافره بيجهزوها للافتتاح بعد ايام ان شاء الله، علشان تلحق الصيف اللي احنا موجودين فيه. ان شاء الله يتم افتتاحهم قريب، ولكن الضغط كله حاليا على البروفاج. ايضا ميامي السنه دي خارج الخطه في صيف 24، فالضغط كله على البروفاج. في البدايه نتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعوا الاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد على اسكندريه يوصل لكم الان. لا تبخلوا علينا باللايك من اسفل الفيديو. يلا 3 بعدنا بسكة. شاطئ محمود سعيد. في قاعدة هنا على الكافيتيريا بالليل بتبقى جميلة جدا. السلم اهو على الشمال، الدخول 25 جنيه الفرد. جزيرة ميامي أمامنا، ولكن السنة دي ميامي شكرا، مفيش ميامي السنة دي في الصيف. من على ممشى 45 ممشى السادات. أمامنا كده نهاية ميامي، شارع الأرمن، وكده الخارج من نفق 45 والداخل لنفق 45، او الخارج من نفق 45 واللي نازل من جوار نفق 45 الجديد. شارع الارمن اخر شوارع منطقه ميامي، وبعد كده 45 عصافره. كده احنا اتجاه شارع اسكندر ابراهيم امامنا، ونفق اسكندر ابراهيم، وشارع خالد بن الوليد، ميامي، ابو هاشم، وبعد كده بير مسعود وسيدي بشر، جلال حماد، وخليل حماده. اجواء الصيف او بدايه الصيف او روايح الصيف بعد انتهاء الامتحانات، وبكره اجازه ان شاء الله. فالنهارده يوم مبشر باعداد كبيره جدا جدا جدا. كل حاجه على الممشى موجوده ومتاحه، لب وزداني، سندوتشات، كلاب، عجل، كله موجود. أعداد كبيرة وما زال طبعا احنا لسه قبل المغرب، فالأعداد بتبشر إن هيكون يوم إن شاء الله النهاردة
مليء بالزوار والضيوف والاهالي. خميس وصباح جمعه، وفي امتحانات كتير خلصت، ضيوف كتير على البحر. شاطئ البروفاج او جزيرة الذهب، 23 مايو خميس. بص حتى النسر والصقر موجود، كلاب موجودة تصور بيها، تصور بكلاب، تصور بنسر، تصور بصقر. ده الجديد. بص عاوز تصور بالكلب تصور، عاوز تصور بالنسر تصور. نفق 45 الجديد او نفق السادات الجديد، الخارج والداخل. طبعا دي بقى المنطقة اللي هي حاليا اشهر مكان لهواة ومحترفين الركب. اللي ما عندوش فكرة، احنا على شارع البحر او شارع الكورنيش، شارع الجيش في العصافرة بحري. على يمين الصورة جاد وشارع محمد عوض وميناء غدير، وكده احنا امامنا نفق 45 الجديد وممشى 45. كده احنا امامنا منطقة ميامي. شايفين الاعداد ولسه في اعداد بتزيد. كده احنا وصلنا لنهاية جولتنا، اخر حدود شواطئ البروفاج المتاحة حاليا، وبعد كده خلاص موضوع التوسعة او مشروع توسعة البحر بيتم بعد هذه النقطة. دي اخر بوابة او اخر مكان للنزول المصطفين او نزول المصيفين للمياه. بعد كده مشروع التوسعة. نهاية جولتنا، اتمنى تكونوا ساعدناكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى. لا تبخلوا علينا باللايك من اسفل في الفيديو.